عاوز ابقى غني، عاوز يبقى معايا فلوس كتير، عاوز ابقى معايا عربيه، عاوز اشتري بيت في حته حلوه قوي. للاسف هقول لك شويه حاجات لو بتعمل حاجه فيهم عمرك ما هتبقى غني. اول الحاجات دي لو الخارج بتاعك اكتر من الداخل. انت راجل بتدخل في الشهر 1000 جنيه، لو مصروفاتك 1000 1100 1000 حتى، انت عمرك ما هتبقى غني. لابد يبقى عندك حته ان انت المبلغ اللي بدخله يكون يعني اكتر من اللي بطلعه. انا دلوقتي بشتغل ب 2000 جنيه في الشهر، ب 3000 ب 4000. لابد يبقى عندي حته كده بعين لها جنيهين. طب بطلعهم امتى؟ بطلعهم قبل ما ابدا مصاريف. لكن لو استنيت ان انت تطلع مصروفات الشهر الاول وبعد كده اللي يتبقى معاك تعينه، انت عمرك ما هيبقى معاك. لا لا لا، انا النهارده قبضت 3000، انا هطلع منهم الاول 400 500 عينتهم. هتعامل مع الشهر بتاعي على ان هو ده اللي انا قبضت. يكون الخارج بتاعي اقل من الداخل بتاعي. لابد اوعى تدخل في مشروع انت مش عارف ابعاده، مش عارف خطواته، مش عارف الداخل بتاعه ايه والخارج بتاعه ايه. لمجرد ان انت يبقى عندك كده مشروع. يعني كانوا بيضحكوا زمان يقول لك يا معلم احنا بنخسر، يقول له يا ابني كفايه عليا كلمه معلم. لا، ما انت مش معلم، ما انت طول كل يوم جنيهك بيروح منك، انت مش معلم. لابد ابقى عارف انا بحط جنيه فين، ابقى بشتغل فين. هعمل مشروع مع فلان، اعمله دراسه جدوى واكون انا عندي علم بالموضوع ده. مش اي مشروع اروح على فيه جنيهين اللي انا حوشتهم طول عمري يبقى راحوا عليا. اخد بالي قوي من النقطه دي. حاول انت موظف، انت راجل شغال شغل حر، ما يبقاش عندك مصدر دخل واحد. لابد تعدد مصادر الدخل بتوعك. حاجه وقفت التانيه هتشتغل، حاجه عطلت معاك التانيه هتغطي عليها. لابد يكون عندك اكتر من مصدر دخل في حياتك. حاجه اتعطلت التانيه تعوضها. فيه ازمه في الموضوع ده او فيه الدنيا واقفه في الموضوع ده، التانيه هتعوضه. كان وظيفه يبقى معاه شغل حر، ان كان شغل حر يبقى معاه مشروع. اكتر من حاجه تقدر تغطي بيها حياتك. في الحاله دي هيبقى معاك اللي تعيش بيه واللي تحوش منه. قدامك مشروع حلو، انت عارف ابعاده، عارف دنيته، لكن انت محوش ال 40 50 الف اللي انت عملتهم في الكام سنه اللي فاتوا، انت خايف عليهم. لا، ما تخافش عليهم. ادخل مشروعك، اشتغل، جاب من قلبك، ربنا هيكرمك. كل يوم بتتاخر فيه المشروع بيقلل ارباحك. انت لو بدات من شهر كان زمان معاك ال 40100 40200. اشتغل، ابدا هتنجح. تيجي تعمل مشروع اوعى الغش بالله عليك. يعني ايه الغش بقى؟ يعني مجرد ان انا الاقي جاري فلان فتح دكان بقاله وربنا كرمه وراح افتح بقاله، بتاع واحد فتح كاوتش راح افتح. مش هينفع. انت لابد يكون ليك موضوع مشروع انت درسه، انت عارفه، انت فاهمه، عارف ابعاده ايه. مش مجرد ان دكان البقاله نجح اروح افتح بقاله. لابد يكون عندي فكره معينه بره الصندوق. افكر بره ايه اللي الشارع محتاجه، ايه اللي انا المجتمع اللي انا فيه محتاجه، اعمله. حاجه تكون قليله هتنجح. وارن بافيت ده راجل غني قوي. اما جيت يعني بعد ما سالوه يعني قال لهم عندي قاعدتين مشيت بهم في حياتي. ما ينفعش اخسر مالي، دي القاعده الاولى. طب القاعده الثانيه ايه؟ ان انا ما انساش القاعده الاولى. مالك اللي انت جمعته ده راس مالك، ما ينفعش تخسره. يعني حاول لما تحطه تعرف تحطه فين، هتشتغل ازاي، هتشتغل في اي موضوع، هتشتغل مع مين، هتشتغل في ايه. كل الابعاد دي كلها معاك. اوعى تحكم عاطفتك ان انا ابن عمي بيطلبني ان انا اشتغل معاه في الموضوع الفلاني هروح معاه. لا، لابد اكون عارف هشتغل مع مين في ايه، ارباحي ايه، مدى خسارتي ايه. اكون عندي دراسه جدوى للموضوع كله. فتحت الموضوع، فتحت المشروع، اتأنى بقى. اشتغلت، فتحت، عملت، يبقى انا عندي الصبر بقى. من اوعى تعتقد ان انت المشروع اللي فتحته النهارده هيجيب لك ارباح بكره او بعد. لا 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 لا. اول حاجه هتخليك ناجح في اي موضوع هتعمله هي الاستمراريه. فتحت دكان، فتحت مشروع، اي حاجه اشتغلت فيها مع الوقت هتجيب. اوعى تستعجل وتقفل. اوعى تقول اتخنقت وتروح هتضيع كل اللي انت عملته، هتضيع راس مالك اصلا. مشروع في الدنيا عنده مرحله نمو ومرحله ركود. ممكن تكون انت فتحت في مرحله الركود وما خدتش بالك. فخلي بالك من الحته دي. هيجي لك بعد كده مرحله نمو، هيجي لك طلب للحاجه اللي انت عاملها، السوق هيفتح على الحاجه اللي انت عاملها. فاوعى ما تستعجلش. نهايه الفيديو هقول لك كلمتين بالفيديو كله. اتحكم في نفقاتك، خلي دايما الخارج اقل من الداخل. انا بدخل قد ايه؟ مبلغ 3 جنيه، يبقى اوعى يكون الخارج بتاعك 3 جنيه في كل الاحوال. حتى لو خطأت معاك في شهر، لا تعوضها في الشهر اللي بعده. يبقى خلي الخارج بتاعي اقل من الداخل بتاعي، وده هيرغمني ان انا اعيش بالعقل
ما بهرجش، مش ان انا مجرد ان انا اقبض وديت اللي على الرحله وطلعت جبنا هدوم وعزمت، مش هينفع. انت خلي دايما نفقاتك بالعقل. يبقى انا بتحكم في نفقاتي، ان انا ما بعيش ببهرجه، ان انا داخلي ما ينفعش اجيب عربيه عشان العربيه بعد ما اجيبها هصرف عليها كتير، يبقى ما اجيبش عربيه. يا جماعه خلي دايما، مش مهم ان انا، المهم ان انا اعيش من جوايا مرتاح، اعيش في بيتي مرتاح. مش شرط ان انا ابان قدام العالم ان انا غني، ده مش غنى. الغنى ان انا اعيش في بيتي مرتاح.